السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. واليوم جبت لكم البنات هذا الكونفيتير ديال المشماش اللي عمرها ما زعمات ودارت الكونفيتير. صراحة غادي ديرو غادي ينجح معاها من اول مرة. ساهل وكيجي بحال ديال الزنقة اللي كيتباع في المحلات. عندي هنايا كيلو ونص ديال المشماش، كل وحده واللي متوفر عندها. بغيتي ديري كيلو ديري، بغيتي 2 كيلو. انا عندي هنايا متوفر عندي كيلو ونص. عندي كتر، واني كل مره كنصيب شويه البنات باش ما عمر ليا، يعني كنصيب هكا كل مره شويه، حيت حنا عندنا هذا ديال طبيعي ديال جناه من الشجره ديالو. هانتوما كيف ما كتشوفوا البنات راني كنقيه، كنزول له داك العظم وداك لي طاش الكحلين، حيت ما مداويش يكونوا فيه دوك لي طاش كحلين. المهم نقيوه مزيان ويكون مغسول. راني غسلته بالخل، الماء والخل، وعاودت غسلته مزيان. صافي كنقسم المشماشه على 2 وكنعاود نقسمها على 4. هذا البنات راه ما غيحتاج لا طحنوه ولا حتى حاجه، صافي كيبقى هكا طريفات. اللي بغات تخليه غير على 2 راه تخليه على 2 ممكن. غادي نستمر بحال هكا ونكمل المشماش اللي عندي كامل، وغنوريكم الخطوه المرحله الجايه اشنا هي. عندي هنايا البنات نص حامضه عصرتها وصفيتها باش ما يدوزوش ليا دوك العظومه ديالها. الدور ديال هاد الحامض هذا هو كيخلي المشماش محافظ على اللون ديالو، ما كيكحلش. كيف ما كنعرفوا المشماش حتى هو كيتاكسد. دابا هاد الحامض غادي يخليه في اللون ديالو. عندي هنا البنات كيلو ونص ديال المشماش، درت ليه انايا جوج زلايف ديال سنيده. 2 زلايف ديال سنيده عامرين، يعني نص كيلو ديال سنيده البنات. نص كيلو. كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف راه يقدر يدير كيلو الا ربع ديال سنيده، يعني 2 زلايف وكاس ديال سنيد. اللي بغى يعبر بزلافه ولا بالكاس، واللي غيعبر بالكيلو ولا نص كيلو غيدير كيلو الا ربع في كيلو ونص ديال المشماش. دائما كنديروا المشماش مكيال كامل وكنقسموا عاوتاني السنيده كنقسموا على 2. بحال عندنا كيلو ديال المشماش غادي نديرو نص كيلو ديال السنيده. كيف ما كتشوفوا البنات بقيت كنحرك حتى دابت هذيك سنيده، ما خليتوش يبات، غير ان فوا دابت ليا سنيده صافي غادي نشعل عليه. هانتوما العافيه راها مهيله، شعلت عليه العافيه مهيله وكنبقى كنحرك فيه. مع التحريك صافي غير شويه كيطلق داك الماء ديالو. البنات راه ما كنديروا فيه لا ما لا حتى حاجه، فقط هذاك نص حامضه اللي درنا في الاول. هانتوما البنات دابا ملي بدا كيغلي، هذيك الكشكوشه اللي كتطلع من الفوق كنحيدوها كامله. كيف ما كتشوفوا خاصها تحيد. عرفتي الا دقتوها غتلقاو المذاق ديالها ما زوينش، هذيك الكشكوشه من الاحسن تحيد. صافي غادي نحيدها كامله. فيما كيغلي كنحيد هذيك الكشكوشه اللي كتطلع من الفوق حتى ما كتبقاش. على هذا الشكل. وهانتوما معايا، وما تنساوش البنات عافاكم لايك. كتفرجوا ما كديروش لايك البنات، جزاكم الله خيرا. ديروا لنا لايك باش تشجعونا ونعرفوا راه الفيديو عجبكم. صافي على هذا الشكل. وراه ساهل وكيوجد دغيا، راه توجديه في نهار وتوجديه. وهذا الوقت راه كنعرفوا ديال المشماش، دابا راه كاين المشماش نستافدوا منه، نديروا منه كوفيتير علاش لا. صافي دابا محدو كيغلي وانا كنحيد هذيك الكشكوشه حتى ما كتبقاش. ومن بعد كيبقى يطيب حتى كيولي على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا البنات كيذهب داك اللون ديالو، كيولي مذهب. ها نتوما صافي دابا راه طاب. ها نتوما ما بقات لا كشكوشه فوق منه لا ما لا حتى حاجه. صافي كيولي بحال هكا. ها نتوما البنات شتي دابا راه هذه اخر مرحله. هنا كنعرفوه راه طاب مني ما كتبقاش داك الكشكوشه فوق منه. صافي وهذه هي المراحل ديال الكونفيتير ديال المشماش باش يكون ناجح معاك من اول مره. مالك غير تبعي هاد الخطوات اللي درت وغيجي ناجح. شوفوا البنات القوام ديالو كيفاش كيجي.
ما تحتاجوش تطحنوه، من الاحسن يبقى بحال هكايا. ها انتم البنات، صراحه لذيذ والقوام ديالو لا تيكستور ديالو زوينه بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا البنات زوينه. انا كيعجبني الكونفيتير يبقى طريفات، ما كنطحنوش اغلبيه الوقت، ما كنطحنوش لا ديال الفريز لا ديال كلشي، ما كنطحنوش. كنتمنى البنات ينال الفيديو اعجابكم. ما تنساوناش من لايك، ودائما شي تعليق يكون زوين ومحفز. واللي وصلت معنا حتى لهنايا شكرا ليها بزاف. وكنشكركم البنات على التشجيع ديالكم لينا. ما تنساوناش من لايك، وان شاء الله عواشركم مبروكه، وغيكونوا فيديوهات ان شاء الله في العيد، فيديوهات زوينين. خليكم معنا، واللي ما مشتركاش في القناه دير اشتراك وتضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. وهذا هو الكوفيتير ديالنا، كنتمنى ينال اعجابكم كيجي على هذا الشكل طبيعي وبيو. ومع السلامه.